بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان شهر القرآن. يقول ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. والقرآن ابتدأ نزوله في شهر رمضان، ونزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان، حتى كان آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدارسه القرآن مرتين. وكان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله يكثرون من قراءة القرآن في شهر رمضان. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ القرآن من بعد صلاة الفجر ولا تنام حتى يرتفع النهار. وكان الشافعي رحمه الله يختم القرآن ختمتين في اليوم، له 60 ختمة. وكان الإمام مالك إذا دخل شهر رمضان ترك تدريس الحديث والعلم وأقبل على القرآن. وكان سفيان الثوري يقول: إنما هو شهر قراءة القرآن وإطعام الطعام. هكذا كان السلف وحالهم مع القرآن، فما حالنا نحن مع القرآن؟ وشهر رمضان بدت أيامه ولياليه تتصرم، نسأل الله القبول. السلام عليكم ورحمة الله.